السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ النهارده هركب كاميرا صفرا لطفل 11 سنة. تمام. قبل اي حاجة طبعا بالله عليكم ما تنسوش الاشتراك واللايك. تمام. اول حاجة بنكون معانا طبعا الجرافز او التورنيكي بتاعنا. تمام. ومعانا الكحول، ومعانا البلاستر بتاعنا، ومعانا السرنجة يعني، ومعانا الكاميرا بتاعتنا الصفرا اهيت، معانا جهاز المحلول، معانا محلول الملح او اي دواء بقى او اي محلول الطبيب كاتبه. تمام. ومعانا طبعا طبعا مفيش قطن، فانا جايب حاجات بدائيه كده يعني، حتى شغال من غير جلافز ولا حاجه. ده المنديل طبعا اللي كانه قطنايه، اللي هنعقم بيها المنطقه اللي هنشتغل عليها. يلا بينا يا باشا. يلا بينا. انتوا عارفين انا النهارده مدي يوسف 25 جنيه رشوه علشان يوافق بس ده بعد محايله طبعا، وتدخل تيتا وكلام من ده. هديك يا يوسف، حاضر ما تقلقش. بص حبيبي ما تقلقش بقى، ماشي؟ افتح ايدك واقفل كده بالراحه، يلا بالراحه. هات. ما تقلقش يا حبيبي. ثواني. طبعا هو طبعا عشان يعني اللي الطفل طبعا غير كل واحد حسب قوته طبعا. ده وريته ما شاء الله يعني، الحمد لله ظاهره شويه. في اطفال انا بروح لها البيت او يعني عشان اركب محلول ليهم ما بلاقيش اورده خالص، بقعد اكتر من ربع ساعه، تلت ساعه، نص ساعه عشان اجيب وريد ليهم. تمام. بص افتح واقفل بعد اذنك كده. قبل ما يفتح ويقفل هو بكون انا محضر البلاستر بتاعي. البلاستر بفتحه كده، بفتح البلاستر كأنه شورت كده. تمام، شورت اهو. تمام. وبخليك مثلا كده على الترابيزه اللي عندي، او الحاجه طبعا المعقمه النظيفه طبعا يعني. تمام. وادي الكاميرا الصفراء. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا يا باشا. ادي الكاميرا الصفراء، وادي القطنية طبعا. بعد اذنك كده يا استاذ يوسف، مسحه بسيطه خالص كده، ممكن كده تمام، او ممكن تبقى مثلا كده يعني زي زجزاج موشن كده. تمام. شكه صغيره خالص. بفتح الكانولا. بسم الله الرحمن الرحيم. متقلقش حبيبي. قبل اي حاجه طبعا بتاكد من اللاين بتاعتي. تمام. ما تخافش حبيبي والله. بسم الله الرحمن الرحيم. خد نفس لجوه. بدخل بزاويه من 30 ل 45. بسم الله الرحمن الرحيم. مش بدخل السن كله. اول ما بقى يحس ان الوريد كده، شايفين البلد، بطلع. تمام. وبدخل. تمام. زي الفل. بفك التورنيكي بتاعي. تمام. ثواني يا حبيبي. قبل اي حاجه طبعا اضغط الكانولا بتاعي. بطلع بالسن زي ما انتم شايفين كده. مفيش شم بارزة. لو فتحت لو شلت ايدي صبعي، شايفين البلد، باجي قافل طبعا وقافل. يا جماعه انا بتكلم يعني الموضوع بدائي جدا جدا جدا، كاني يعني ما انا بتعامل عادي خالص طبعا، غير المستشفى وغير ان انا عندي كل الامكانيات والحاجات دي. وادي ثبت ايديك ثواني. بحط ماشي. البلاستر بتاعي. هو طبعا في المستشفيات بيقولوا لنا دايما تثبت من من ورا الاول، مش من قدام عشان ما يتحركش. بس طبعا اللي كان الحالة ديت لو في حد كبير او ايديه بترتعش او كده، بثبت من تحت الاول فعلا. تمام. ادينا ثبتنا اهوت. تمام. حسيت بحاجة ولا كويسة؟ لا، ما حسيتش بصراحة بأي حاجة. تمام. انتوا تنسوا تشتركوا في قناتي، ما تنسوش، ها؟ ما تنسوش تشتركوا في قناتي. يوسف الفخر. دراسة. حسنات لو.
كده ركبنا الكرونه بتاعتنا. بجيب المحلول. اول حاجه بفتح المحلول بتاعي وادع جهاز المحلول. ادي السن بتاعنا بقفله. اول حاجه في جهاز المحلول بعملها بقفل الكلامب ده مفتوح دايما، بصوا كده مفتوح، لازم ده يتقفل كده. تمام. وبعد كده طبعا انا ساعات بروح بيوت في ناس كتير جدا بعد ما بركب المحلول وبمشي بيقولوا المحلول مش شغال او المحلول واقف او مش عارفين يشغلوه، او هم لو بيركبوا محلول تاني يوم بيقولوا مش عارفين يشغلوا المحلول لو بجهاز محلول جديد. جهاز المحلول معانا اهوت يا جماعه، في محاليل ملح، والملح بالذات نفس النظام ده كده بس مسحوب شويه من فوق كده. الحته دي عند بص العظمه هنا طري، هنا طري مكان ما بحط الميديكيشن بتاعي. طبعا هنا تبقى دي ناشفه جدا، بتلاقي واحد يجي جاي تاني يوم حاطط الجهاز كده يفضل يحشر في الجهاز بيبوظه، بيفضل ينقط من عند الجهاز. بلاش تدخل من فوق، من هنا. وبص بدخل ازاي، بلف ايدي بالراحه كده. تمام. بحنيه يعني بلف بالراحه خالص، مش بدخل الجهاز كله. تمام. ادي الجهاز اهوت. باجي مال الخزان بتاعنا لازم يكون فيه ده. بعد اذنك كده امسك كده يا استاذ يوسف. حاضر. طبعا انا عندي مثلا طبق ولا عندي حاجه ولا كده، انا بتعامل يا جماعه يعني ارفع ايدك فوق، حاجه بدائيه خالص خالص خالص. بتاكد ان الهواء اللي في الخرطوم كله طلع. انا مش بتكلم انجليزي برضو عشان معلش الناس تفهم. تمام. الهواء كله طلع اهوت. الموضوع سهل جدا جدا جدا، شايفين؟ تمام كده. انا المحلول والخزان زي ما بيقولوا مليان اهوت. تمام. وبتاكد ان الهواء كله طلع. انا كاني مثلا كاني ده حامل. باجي اول حاجه بعملها المفروض انا اكون معبي سلاين او ووتر، واتاكد ان الوريد شغال قبل ما احط الميديكيشن والمحلول بتاعه وكل حاجه. تمام. بس انا متاكد ان الكانولا في الوريد، فانا ما عملتش كده. انت ممكن تعمله. بفتح كده. ممكن انا بحط دي كده يا جماعه، في ناس تحط الثلاث صوابع دولت. ماشي. بفتح الكانولا بتاعتي. اهم حاجه ده بحطه في مكانه فوق، وادي المحلول بتاعي ركبته. تمام. كأن المحلول متعلق مقفول في حاجه. ريح دراعك خالص يا حبيبي، ريح دراعك تحت عادي. ادي المحلول بتاعنا. المحلول طبعا شغال بطيء جدا، او من ناس تقول لك المحلول مش شغال او بطيء خالص. ده لو انا بركبه في البيت في مكان زي ايه، بعد اذنك كده، في مكان زي ده، بعد اذنك هات الوريد كده، في مكان زي ده كده هو قريب، هو في مفصل يعتبر. انا لو المحلول كده ايه شغال بطيء جدا. انا لو عملت لي يوسف كده، المحلول ما شاء الله شغال كويس جدا جدا جدا. تمام كده. يعني حاجه، يعني الموضوع سهل جدا جدا. اتمنى اكون فدتكم، اتمنى انتم تستفادوا مني باي حاجه. ويا ريت يعني اي حد يشوف الفيديو يعمل اشتراك ولايك بس، وتتابعوا قناتي على اليوتيوب. السلام عليكم.